شنو غادي تقول إلا قلت لك باللي كاينين آلاف النساء في المغرب كيعيشوا حياتين في حياة وحدة؟ ماشي اختيار، بل اضطرار. كتفيق بكري، كتخدم، كتقرر، كتصرف وكتربي، وكل شي ساكت. المرأة المغربية دابا ما بقاتش غير أم ولا زوجة. في بزاف ديال الحالات ولات هي الراجل والمرأة في آن واحد. ولكن هنا كيبان السؤال اللي كيتفادى بزاف د الناس يهضروا عليه: واش المرأة خدات دور الراجل ولا الراجل تخلى على دوره وخلى الفراغ؟ دير شوية تصبر، حيت القصة أعقد وأعمق ومؤلمة أكثر مما كتبان. زمان في العقلية المغربية كل شيء كان واضح. الراجل هو اللي كيصرف، كيحمي وكيتاخد القرار. المرأة كتهلا في الدار، في الولاد وكتساند. ولكن الواقع تبدل بلا ضجيج. الهجرة، البطالة، الطلاق، الوفاة وحتى الغياب بلا رجعة، كلهم خلاو المرأة تلقى راسها فجأة في المقدمة. اليوم بزاف ديال الأسر في المغرب معيلاتهم نساء، في المدينة وحتى في القرية. والمشكل ما تبدلات القوانين الاجتماعية بنفس السرعة. تحملات مسؤولية ولكن ما تحملاتش الاعتراف. وهنا كيبدا الضغط الحقيقي. تصور معايا امرأة في الثلاثينات أو الأربعينات، زوجها مشى يخدم وما بقاش. لا نفقة، لا تواصل، لا حتى تفسير. في الأول كتخدم أي حاجة، من بعد كتعلم، من بعد كتقسح قلبها. ماشي حيت بغات تكون قاسية، ولكن حيت اللين ما كيوكلش الخبز. وبشوية بشوية كتبدا تسمع ولات راجل، ما بقاتش بحال قبل. ولكن حد ما كيسول شكون خلاها توصل لهاد النقطة. المرأة المغربية اللي دارت دور الراجل كتواجه 3 حروب في صمت. الحرب الأولى اقتصادية، خدمة كتر، أجر أقل وحماية ضعيفة. الحرب الثانية اجتماعية، إلا كانت صارمة قالوا قاصحة، إلا كانت طيبة قالوا ضعيفة. دايما هي الغلطة. الحرب الثالثة نفسية، تعب، خوف، إحساس بالذنب، ولكن ما عندهاش الحق تطيح، حيث إلا طاحت كل شي يطيح معها. وهنا السؤال اللي كيجرح: شكون كيساند اللي كتساند الجميع؟ ولكن ماشي كلشي ظلام، وخاصنا نكونوا صرحاء. كاين نساء من هاد التجربة خرجوا أقوى: استقلال مادي، ثقة في النفس، قدرة تقول لا بلا خوف. المشكل ماشي في القدرة ديال المرأة، راه عمرها ما كانت ضعيفة. المشكل أن المجتمع فرض عليها هاد الدور بدون ما يعاود يراجع توازن المسؤوليات. السؤال الحقيقي ماشي واش المرأة خاصها ترجع لدارها، ولا واش المرأة خاصها تعوض الرجل. السؤال هو كيفاش نخلقوا توازن فين الراجل يتحمل مسؤوليته والمرأة ما تحرقش باش العائلة تبقى واقفة. حيت المجتمع اللي كيعتمد على امرأة منهكة راه مجتمع مؤجل للانهيار فقط. المرأة المغربية ما خداتش دور الراجل، هي سدات فراغ، مرات بالقوة ومرات بالألم. وهاد القصة ما سالاتش، حيت راه كاينة في كل حومة، في كل دار، وفي كل مرأة ساكتة. إلا بغيتي تفهم المجتمع المغربي بالصح، بدا من هنا. تابع القناة، حيت الجاي ما غاديش نهضروا غير على شنو واقع، ولكن على علاش واقع، وشنو ما كيهضر عليه حتى واحد.